دائما نعود لك للظروف، لا يجب ان ننتقد في مباراه مثل هذه. عيب اننا ننتقد اداء اللاعبين، بارك الله فيك. عيب اننا ننتقد اداء اللاعبين، لاعبين صايمين في ظروف افريقيا، ارضيه غير ملائمه، عزوج تاع العشيه، تقول له لعبت وما لعبت، ما تقعدش خويا البعض انت. ايضا اخرج صور، حتى لا ننسى نقطة، البعض اخرج صور لاعبين عندما كانوا يبدلون المياه، هذيك الحرقه وهذيك قال لك بانه كانوا فاطرين. لا داو. لا لا، شوف هذاك الانتصار اللي يوجع كما نقولوا احنا، وبالتالي هنا حتى لا يجب ان نقيم يعني اللاعبين. لم يتقبلوا انتصار الجزائر فتهجموا عليهم من هذه أكيد الناحية. ما زالت هناك انتصارات اخرى للجزائر. مم. قلت بانه هؤلاء اللاعبين حاربوا كل الظروف وعادوا بنقاط 3 وبثلاثيه، من المفروض كاع نعطوهم 10 على 10، ولكن احنا رانا نعم. هكا. نعم. يا أخي. زهير. بالفعل اخي يوسف، حنا لو كي نقيموا اللاعبين ماشي معناتها كما قال لك بلال، حنا نشكرهم على المجهودات كما قال لك نورمالمون نمدوا لهم 10 على 10، لكن لو نتكلموا على المستوى يعني اللاعبين واش منتظر منهم،